المباريات القادمة نتابع. والله شوف، الأربعة اللي وصلوا، الفريق العماني فريق متكامل وفريق قوي، الفريق القطري أيضا فريق قوي، لكن الفريق القطري من لعب إلى اليوم وهو ما يدلون الجول، ومدربهم معودهم على الخطة الدفاعية، بدليل ما شفنا خلفان ولا سبيسيان ولا الناس النجوم الكبار اللي كانوا أصحاب وأصدقاء مع المرمى في المباراة الجاية. شو بيسوون؟ هل المدرب بيبقى على خطته الدفاعية ولا بيغير، بيرسم خطة جديدة وبيهاجم أكثر؟ ما ندري. فريق عمان جمهوره وصراخهم هل بيلعب بهدوء ولا بيلعب بتوتر؟ ما هو الفريق اللي يعتمد على الحماس والحيوية كل من اقترب من النهائي كل من زاد التوتر. شلون بيلعب ما أدري. السعودية والكويت، الكويت فاجأنا بمستوى، ظنينا ان احنا كلنا بنغلبه، لكن قص علينا ووصل لدور الأربعة. ما أدري هل بيستمر يقص علينا بعد ويوصل للنهائي؟ ما أعتقد. الفريق السعودي أقوى، الفريق السعودي عنده خبرة وعنده هدافين أقوياء. والله ما أدري، العالم الله. لكن أنا لو سألتني أقول لك بيوصل للنهائي، وسامحوني يا هالقطر، بيوصل النهائي عمان والسعودية. عمان والسعودية أقوى. يدلون الجول. أنت ومن لعبته وما تدلون الجول، كله دفاع دفاع دفاع، بدليل أن أمس ما وصلت الجول إلا بطلوع الروح. إيه؟ نعم. كيف تابعت كأس الخليج شيخ عيسى بن راشد سنوات طويلة في خليج 19 حتى الآن؟ كيف رأيت كأس الخليج هنا في عمان؟ والله ممتازة لحد الآن، التنظيم رائع والإخوان ما قصروا، بذلوا جهد كبير من كل النواحي، المواصلات، الأكل، كل شيء يعني على المطلوب. ما نقصنا شيء ولا تضيرنا من شيء، بس أنا أنتقد بعض الحكام، خاصة اللايمن القطري اللي نشف رجنا أمام قطر. هذه رفيجكم. شيخ عيسى بن راشد، المنتخب البحريني يودع، إلى متى هذا الوداع؟ وإلى متى هذه علاقة الجفاء بين البحرين وكأس الخليج؟ لين زال النحس. هل احنا نجيب لنا ناس منحوسين ينحسوننا؟ هل الدورة الجاية نجيب روحنا ما نبي جمهور؟ ما أدري. يعني لازم في ناس ناحسيننا، من يجون نحسنا، ومن انقلب زاد الجمهور، من انقلب زاد الجمهور، ومأذينا. فما أدري، النحس ما ندري شو نسوي. تمرين مرنا، معسكرات سوينا، بيزات عطينا، بيوت عطينا، كل شيء عطينا، ما يغلبون. ليش؟ ما أدري. يعني هل يبون لهم بخور؟ هل يبون لهم ساحر؟ هل يبون لهم ما أدري. البخور ممكن يحل مشكلة البحرين. يمكن. لكن هو الصراحة فريق البحرين فريق